السلام عليكم، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم البنات، فيديو جديد ونهار جديد. كنطول عليكم الغيبه شي شويه، ولكن كنرجع لكم غير بالجديد وبالوصفات والشهيوات اللي غادي يعجبوكم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم سندويتشات صيفيه فنه. بالنسبه للخبز كنت شاركتها معكم في الفيديو اللي فات. اليوم غادي نعمرو بواحد الحشوه اللي بسيطه جدا وكتجي كتحمق. طرطه كذلك اللي كتجي مقرمشه غزاله وكريميه من الداخل بابسط طريقه. وكذلك غادي نشارك معكم القنبله ديال هذا الصيف، وصفه لجميع انواع البشره، ما كضرش بصفه نهائيه، اللي كتحيد التصبغات من الوجه سواء قديمه ولا جديده. كتحيد الاوساخ اللي كتكون متراكمه في الوجه، كتوحد لون البشره، كترطب لينا البشره، كتردها كتشعل البشره اللي كتولي ناعمه، كتولي غزاله في الملمس ديالها ولا في الاشراقه ديالها. الوجه ديالك كيرتاح بصفه نهائيه. قبل ما نشارك معك اختي هذه الوصفه، اول حاجه غادي نوجدوا المقشر اللي غادي نديروه قبل من هذه الوصفه، اللي ضروري اننا نديروه واخا غير مره واحده في الاسبوع. كينقي البشره ديالنا، كيحيد منها هذاك الجلد الميت، الاوساخ اللي كتكون متراكمه. المهم هذا المقشر اللي هو بسيط، ما غاديش ناخذوه من الزنقه، ما غنشريوهش بشي ثمن اللي هو غالي، غادي نوجدوه في الدار. اللي غادي نحتاجو فيه معلقه ديال القهوه ومعلقه ديال الكوك اللي تقدروا تعوضوها بمعلقه ديال السكر سنيده اللي بغيتو، وغادي تضيفوا عليهم واحد المعلقه ديال زيت الزيتون اولا زيت ديال الكوك اولا زيت ديال اللوز الحلو. هاد الانواع ديال الزيوت اللي خاصه اولا ما كضرش البشره ديالنا، كتصلح البشره ديالنا كيف ما بغات تكون، يعني ما كضرهاش. غادي نحكوا الوجيه ديالنا اولا نديروا هذا المقشر فوق الوجه ديالنا بهذه الطريقه هذه. انا كنشارك معكم غير يديا باش تشوفوا الطريقه، وكتبقاو تحكوا البشره ديالكم غير بشويه، ما تكيوش على البشره ديالكم بزاف. البشره ديال الوجه كتكون حساسه، كتكون رطبه، فما نضغطوش عليها بزاف. كتاخدي اختي هذاك المقشر كتحطيه وكتبقاي كتقومي الوجه ديالك غير بشويه بحركه دائريه حتى كتحكي ليا داك الوجه كامل. وركزي ليا على البلاصه ديال النيف، البلاصه اللي كتكون تحت الشفه ديال تحت الفم، تحت الشفتين. هذيك البليصات كيكونوا كيتجمعوا فيهم الدهون في الجبهه ديالك حتى هي واحد المده ديال 2-3 ديال الدقائق. وكتغسلي الوجه ديالك بالماء عادي، وكتمسحي ليا الوجه ديالك بواحد الكلينكس. من الافضل ما ديروش الفوطه. كتنشفي الوجه ديالك. وغادي ندوزو دابا ان شاء الله نشارك معكم الوصفه اللي قلت لكم خطيره خطيره بمعنى الكلمه. هاد الوصفه كنديرها سنين البنات، لقيت عليها واحد النتيجه اللي غزاله، ما كنستغناش عليها. شوفوا كنعيا ندور مع الوصفات ونجرب، ولكن هذه كنعاود ندور ونرجع ليها. اللي غادي نحتاجو فيها البنات مكونات كيف ما قلت لكم، ابسط الحوايج كنوجدوا هاد الوصفات هادو اللي كيكونوا طبيعيين. كتاخدوا معلقه ديال الحليب البودره، كيف ما شفتوا هذيك الساشيه كدير غير 3 دراهم ونص، كديري بها اختي شحال من مره الوصفه ديالك. وغديري معلقه النشا، وغتزيدي واحد الحبه ديال الفرماج مثلث اولا المربع اللي عندك، وغديري صفار بيضه واحده، ومن الافضل اذا كانت بيضه بلديه. كتضيفي لي اختي داك الصفار ديال البيضه على داك المكونات، وكتمعكي ليا داك الفرماجان مزيان مع هذاك الخليط. وكدوزي تطبقي هذه الوصفه على الوجه ديالك من بعد ما كتكوني غسلتي هذاك المقشر اللي درنا في الاول ونشفنا الوجه ديالنا. كنغسلوه كيف ما قلت لكم غير بالماء، ما ديروش الصابون. وكتاخدي هذه الخلطه العجيبه الرهيبه اللي كتعطي واحد النتيجه اللي غزاله. شوفوا البنات، الوصفات الطبيعيه اللي كنوجدوا في البيت ديالنا خصها المداومه. يعني ما تجيش اختي ديريها واحد المره وتميكي عليها واحد 3 شهور 4 شهور عاد ديريها وتقولي ما حيدتليش تصبغات الوجه، ما حيدتليش الكلف. لا، الوصفات هذه خصها المداومه. ديري هذه الوصفه هذه مره في الاسبوع، غير مره واحده في الاسبوع. قشري البشره ديالك وديري لي هذا الماسك، واجي اختي الكومونتيرات ورحمي لي الوالدين، راه كتعطي واحد النتيجه اللي غزاله غزاله غزاله. كديري اختي الماسك ديالك على الوجه وكتخليه حتى كينشف تماما. كديري الطبقه الاولى، بقالك من الوصفه ديالك او من الخليط ديالك كتزيدي طبقه ثانيه. المهم كتكملي لي هذاك الخليط على الوجه، وديري حتى في اليديدات كيف ما غادي تشوفوا معايا. غنديرو حتى في يديا، وكتخليها كتنشف حتى كتحسي البشره ديالك يعني مشدوده مجموعه، وهذاك الخليط ما بقاش نهائيا
كيلصق اولا ما كيبقاش معلك، يعني كتقيسي فيه بيديك ما كتلقايش معلك، يعني كينشف تماما، ما كياخدش بزاف ديال الوقت. تقريبا غادي تخليو هاد الخلطه هادي اولا هاد الوصفه هادي على الوجه ديالكم واحد المده ديال 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، كتخليوها في الوجه ديالكم ما تفوتوهاش. وكدوزي اختي وكتحكي ليا الوجه ديالك، كديري له بحال الطريقه اللي درنا في المقشر، يعني كتبقاي تحكي البشره ديالك بيديك حتى كيزول تماما. ومن بعد كتغسلي الوجه ديالك عادي غير بالماء مغوبيني بلا صابون بلا حتى شي حاجه. يعني الصابون ما ندخلوش ملي نكونوا كنديروا هكا الوصفات اللي هما طبيعيين في البيت ديالنا. وبطبيعه الحال داكشي اللي سبق ليا، فانا صراحه درت 2 طبقات في الوجه ديالي، تسني الطبقه الاولى نشفت وعاودت الطبقه الثانيه. وهادشي اللي بقى ليا فغادي نديرو في يديداتي حتى هما، علاش لا، نقيوهم حتى هما ردوا ليهم البال. حتى رجيلاتنا نفس الشيء، كديروا لهم وصفات اللي هما طبيعيين وكتحصلوا على واحد النتيجه اللي غزاله بزاف. المهم هنايا من بعد ما نشف ليا كيف ما شفتوا، فكندوز وكنبدا هنا كنوريكم. كنت كنهضر معاكم ولكن كانوا الوليدات كيهضروا فما تسمعش صوتي مزيان، فاضطريت انني نحيد الصوت. المهم كتبقاو تحكوا بهذه الطريقه هذه. شوفوا ليا بحال هكا، انا كنحاول نوريكم حيت انا البنات ما كنبانش، ولكن حاولت انني نوريكم هكا غير واحد شويه باش حتى نتوما هكا تزعموا وتنوضوا توجدوا هاد الوصفات بحال هادو اللي كيكونوا ساهلين وكنعكزوا عليهم. وكيبقى هذاك الوجيه ديالنا البنات كيضر بالشمس وكيبقى حالته. وحنا عندنا وصفات غير في الكوزينه ديالنا اللي هما ساهلين، عندهم اختي واحد 5 ديال الدقائق كتوجدي داكشي وكديريه في وجهك وهانتي بالوجيه ديالك اللي كيكون رطيطب وكترتاحي. شوفي كترتاحي حتى نفسيا فاش كيكون الوجه ديالك منقي وزوين هكا وفيه واحد النضاره والبشره ديالك رطبه. صافي كتغسلي اختي الوجيه ديالك بالماء وكديري شي كريم مرطب للبشره ديالك، وهانتي واحد البشره اللي كتكون ناعمه بحال ديال لي بيبي. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم، ولا بغيتو نزيد نشارك معكم وصفات وحدين اخرين، كندير بزاف ديال الوصفات صراحه اللي كينفعوني نشاركهم معكم. بالنسبه للغديوه ديال هاد النهار كيف ما قلت لكم، بالنسبه للخبز ديال الساندويتش شاركته معكم فيديو ديالي الفيديو اللي فات قبل هذا، انا نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. وبالنسبه للحشوه غادي نديروها بالكبده ديال الدجاج. كتاخذوا كبده ديال الدجاج طبيعه الحال كتكون مغسوله بالملحه والخل او الملحه والحامض، ومن بعد كتخليوها كتقطر مزيان مزيان، كتقطعوها طريفات يكونوا صغار بزاف يعني طريفات هكا، وكتشرملوها بالكمون، الملحه، تحميره، شويه ديال الابزار، كتضيفوا الربيع كزبور ومعدنوس واما الحامض اولا الخل اللي عندكم، وكتشرملوها مزيان. وغادي تدوزوا دابا باش تقليوها في المقله اللي غادي نديروا فيها شويه ديال الزيت النباتيه، ماشي زيت البلديه، درت فقط زيت نباتيه. وغادي نحط هذيك الكبده وغادي نديها ونجيبها حتى ديك الكبده بحال كتبدا طيب، ولكن ماشي كطيب، يعني كتشد راسها ما كتبقاش هكا محرحره. صافي غادي نتسنى على ديك الكبده ديالي غير تشد راسها، وغادي نضيفوا عليها خضيره اللي غادي تشوفوا معايا، حبه واحده ديال البصله كبيره اللي غادي نشلضها رقيقه وطويله. وغادي نضيف كذلك حبه ديال الفلفله سواء حمراء صفراء اللي عندكم، ولكن من الافضل ما تضيفوش هذيك الخضراء، الفلفله الخضراء ما تضيفوهاش حيت المذاق ديالها شويه مجهد، فضيفوا الفلفله حمراء ولا الفلفله صفراء ولا المهم اللي عندكم. كتقطعوا الفلفله ديالكم حتى هي طويله. هنايا مقله جاتني صغيره فغادي نبدلها في مقله كبيره، وكتشحري لي اختي هذيك الكبيده مع هاد الفلفله وهذيك البصيله. ومن الافضل البصله ديروا بيضه، ما ديروش البصله الحمراء باش ديك البيضه دغيا كتهبط يعني دغيا كطيب. وهنا غادي نضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك اللي خلطتها مع شويه ديال الماء، وغادي نخلي هاد الكبده هذه كطيب. المهم هذه حشوه بسيطه جدا كتجي بنينه كتجي لذيذه. وشحال ديال السيدات اللي كيحيروا شنو يديروا هكا بالكبده ديال الدجاج الا ما درناهاش هكا دغميره مع الدجاج اشنو غادي نديروا بها. فاختي هانتي وصفه سهله بسيطه، ديريها في سندويتشات في هذا الوقت ديال الصهد والحراره، وكنعكزوا البنات ندخلوا هكا الكوزينه مده طويله. هذه اختي توجديها في 5 ديال الدقائق والله ما تفوتيها.
5 ديال الدقائق عندك دغيا كتحطيها في المقله، دغيا كتصوطيها هكا بديك الزويته. خضيره كتكون عندك مقطعه، فدغيا كتوجد. وهانتي شوفي ليا كيفاش كتجي واقفه في اليدامه، كتجي كتحمق في المذاق. ردوا البال الملحه الا كانت عندكم مرقده في الملحه بزاف، فما تكثروش الملحه فاش تبغيو طيبوها. صافي مقله وحده اخرى غادي نقلي فيها شويه ديال الفريت. انا قليت فقط غير الفريت مع هاد الساندويتشات، زيدوا حتى هكا شي شليضات الا بغيتو، مهم اللي متوفر عندكم. حتى الزيتون خضر مقطع كيواتي هاد الكبده هادي. الا كان عندكم مثلا الزيتون خضر مقطع، ضيفوا هكا واحد الحفينه فاش طيبوا الكبده وطفيو عليها، زيدوا واحد الحفينه ديال الزيتون وخلطوا، كيجي زوين. صافي غادي نعمر الخبيزات ديالي. وهانتوما داك الخبيزات كيجيو كيحمقوا، ما فيهمش اللبابه بصفه نهائيه، ما كيتفرتوش، رطبين كيذوبوا في الفم. هاد الساندويتشات كيجيو غزالين بزاف. صافي غادي نعمرهم بحال هكا. زيدوا حتى شويه الحار الا كان كيعجبكم الحار، انا صراحه كيعجبني، ففي الساندويتش ديالي طبيعه الحال غادي ندير شويه ديال الحار. صافي اختي وقدمي الغديوه ديالك، وجديهم الغدا ولا وجديهم العشاء ولا الخريجات هكا للبحر، علاش لا، كيجيو خطيرين في المذاق وغادي يعجبوا الكبير والصغير. هانتوما تشوفوا ليا ما كاينش اسهل من هاد الوصفه هادي اللي شاركت معكم هاد النهار. دابا غادي ندوز معكم من واحد التحليه اولا واحد الكيك اللي غادي يكون بارد. كيكون طبقه ديال البسكوي مقرمش وطبقه ديال الكريمه اللي كتجي غزاله وبارده. غادي تحتاجوا 2 حبات ديال البيض. هنا بنتي قالت لي واش نعاونك، قلت لها اجي. هنا كانت كتعاونني، هي اللي كتخوي ليا وانا كنقول لها شنو دير. ضروري ندخلوا هكا وليداتنا البنات معنا مره للكوزينه، نشاركوا معهم الحويجات اللي كنوجدوا، باش حتى هما يتعلموا وياخذوا هكا فكره، علاش لا. خصوصا البنيتات كيبغيو بحال هاد الحويجات هادو، فما كاين باس مره يعاونونا في الكوزينه. يعني عيش هيوات اللي هما بساط، ما طبيعه الحال ماشي شي حاجه اللي كبيره عليهم. كتضيفوا نص كاس ديال السكر، كتضيفوا نص كاس ديال الزيت، وساشي ديال الفانيلا، وغادي تخلطوا هاد المكونات مزيان بالطاقه اليدوي كيف ما كتشوفوا معايا. على ما يتخلط ليا او يذوب ليا هذاك السكر مع هذاك البيض، غادي نضيف 3 الكيسان د العنبه ديال الدقيق الابيض الرطب، والافضل يكون شي نوعيه مزيانه. انا البنات غادي نحتاج في هذا الخليط هذا 3 الكيسان ونص ديال الدقيق. نتوما ضيفوا 3 الكيسان، وداك الساعه غادي تشوفوا القوام ديال العجين ديالكم واش مازال محتاج، يعني على حسب الحجم ديال البيضه اللي درتو. غادي تضيفوا كذلك واحد نص كاس ديال النشا، يعني 3 الكيسان ونص دقيق مع نص كاس ديال النشا. وغتضيفوا واحد 2 معالق كبار عامرين ديال الزبده. انا كانت عندي صراحه في الثلاجه، فقطعتها هكا مربعات صغار. وغادي تضيفوا واحد نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، الا كانت كتعجبكم المذاق ديالها ما كانش حيدوها. وضيفوا معلقه ديال الكاكاو المر باش كيعطي لنا اللون العجين ديالنا. صافي وغادي نجمع العجينه ديالي، وما تنساوش واحد القبيصه د الملحه كيف ما شفتوا معايا. وغادي نجمع العجينه ديالي باطراف ديال الاصابع حتى ندخل هذيك الزبده مع هذوك المكونات كلها وتجمع ليا العجينه. انا هنا ما تصورش معايا هذاك نص كاس ديال الدقيق اللي عاودت ضفت، ولكن كيف ما قلت لكم تخليا 3 الكيسان ونص ديال الدقيق مع نص كاس ديال النشا في هذا الخليط هذا. صافي كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون بحال هكا شاده راسها، كتكون رطبه بطبيعه الحال، فيها الزيت فيها الزبده. وغادي نديرها في واحد البلاستيك ونحطوها في الثلاجه حتى نوجدوا الكريمه ديالنا. ومن الافضل توجدوا الكريمه هي الاولى، عاد توجدوا العجينه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب اللي غادي نضيفوا عليه 2 معلقات حتى 3 المعالق كبار ديال النشا اولا الكريم باتيسير، ومعلقه ديال الكاكاو المور. ما كانش داك الكريم باتيسير اولا النشا، فغديروا هاد الكريمه هذه اللي كتكون بذوق ديال الشوكولا. انا صراحه هذه ما كنستغناش عليها، كتجيني زوينه في المذاق وكتخليني انني نستغنى على الكاكاو. وفي بعض الاحيان بحال دابا هنا ما كانش بقى ليا الكاكاو فاستعملتها هي. كنضيف واحد 3 معلقات ديال الكريم باتيسير اولا هذه ديال الشوكولا كيف ما قلت لكم، حتى هي كريم باتيسير بذوق ديال الشكلاط. وكتضيفوا السكر على حسب الذوق، المهم 2 حتى 3 المعالق ديال السكر. وغادي تخلطوا هذا الخليط ديال الكريمه ديالكم مزيان ومن بعد تحطوه فوق البوطه حتى تعقد لكم الكريمه. ما كاينش اسهل من هذه الكريمه، المذاق ديالها صراحه كيجي كيحمق. كتسناو الكريمه ديالكم على ما كتعقد وكتشد راسها مع التحريك المستمر، ما تغفلوش عليها فاش تكون فوق البوطه، عافيه اللي تكون مهيله حتى كتعقد. وكتضيفوا عليها قطع ديال الشوكولا، الشوكولا اللي بغيتو، من الاحسن تكون شي شكلاط هكا بنينه باش كتعطيكم مذاق زوين للكريمه. وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه ديال زبده حيوانيه، يعني زبده ديال الاكل.
وغادي نزيد نعزز المذاق في هذه الكريمه. غادي نضيف واحد 2 معالق ديال بودره ديال الكاكاو اللي كنديروا للوليدات، اولا شوفوا ما كانش عندكم الشكلاط، ما عندكمش هذه البودره هذه ديال الحليب، فغتضيفوا واحد العلبه ديال دانيط ديال الشكلاط، حتى 2 علب ديال دانيط الشكلاط صافي. وغادي تخلطوا مزيان مزيان وحنا حصلنا على الكريمه اللي كتجي كتحمق، كتجي لذيذه وسهله بزاف. انا غادي ناخذ واحد الزليفه وغادي نفرغها فيها وغادي نخليها حتى تبرد تماما. كيف ما قلت لكم من الاحسن انكم توجدوا هذه الكريمه هي الاولى، عاد عجنوا العجينه ديالكم باش كتعطيوها الوقت انها تبرد وتتماسك وتشد راسها. انا صراحه هنا سبقت العجينه هي الاولى، عاد وجدت هذه الكريمه، ولكن كان يعني في يديا الوقت، ما كانتش شي حاجه اللي زربه عليا صافي. غادي نغطيها هكا بواحد البلاستيك، وحاولوا انكم تغطيو الوجه ديالها باش ما دير لكمش شي قشره من الوجه ديالها ويضيع لكم نصف الكريمه. يعني غطيوها مزيان بحال هكا ودخلوها للثلاجه حتى تبرد وتتماسك. هنا غادي ناخذ العجينه، وغادي ناخذوا هذا المول الدائري اللي كيكون كيتحيد بحال هذا، وغادي ناخذ العجينه ديالي. ما غندهن المول حتى حاجه حيت هاد العجين راه تبارك الله فيه الزبده فيه الزيت، يعني ما غاديش يلصق. وغادي نوزع هذيك العجينه، يا اما غتطلقوها فوق الورق بالدلاك وعاد تحطوها، يا اما غديروها الطريقه هذه كيف ما درت انا حتى تقدوها مزيان وطلعوها مع الجنيبات. عاد غادي تاخذوا الكريمه ديالكم بعد ما بردات وتمسكات. انا هنا راني بارده مزيان، ولكن صراحه كان مازال خصها شي شويه تزيد. نتوما خليوها تبرد حتى تماسك مزيان مزيان، وكتفرغوها فوق العجينه وهي مازال خضراء. هنا العجينه البنات راه ما طيباش، يعني غير قدي العجينه، وحاولوا انكم ترقوا ديك العجينه ما تخليوهاش غليظه بزاف. بالنسبه للعجينه كنشيطوا منها واحد شويه، يعني كندير طبقه د العجين كيف ما شفتوا، كنخلي واحد شويه كنجمدوها في المجمد مزيان، يعني كتولي هكا قاصحه. وكتاخذوا الحكاكه وكتحكوها بهذه الطريقه هذه، كتحكوها فوق هذيك الكريمه صافي مباشره. داك الساعه كتدخليها للفران، كتشعلي عليه من التحت حتى كطيب كتحمر، وكتشعلوه كذلك من الوجه ديالها، وكتدخلوها من بعد للثلاجه حتى كتبرد داك الكريمه مزيان مزيان. وعاد كتقدموها بالصحه والراحه، كتجي خطيره في المذاق ولا في الشكل. كتجي داك المزيج ما بين التقرميشه ديال البسكوي وداك الكريمه اللي كتجي كريميه وبنينه بمذاق ديال الشكلاط. فما نعاودلكمش على مذاق كيجي كيحمق، غير جربوها بعينيكم مغمضين، وجدوها لضيافكم وجدوها لعائلتكم بالصحه والراحه. وبالنسبه لهاد الكيك هذه انا كنفضل انها ما تباتش، يعني تاكلوها في نهارها باش كتحسوا بداك التقرميشه ديال البسكوي، هي ما كيوقع عليها والو، يعني تدوز عندكم حتى يومين كتبقى بنفس القوام. هذاك البسكوي يعني كيبقى مقرمش، ولكن انا كنفضل تكل في نهارها، يعني ما تخليوهاش تبات عاد تاكلوها باش كتكون هكا طريه ومقرمشه صافي. هنا كيف ما قلت لكم كتخليو الكريم الطورطه ديالكم اولا الكيك ديالكم حتى كيبرد، عاد داك الساعه كتقطعوه وكتقدموه كيجي اكثر من رائع. انا هنا قطعت معكم قطعه باش نوريكم الطبقات كيفاش كيجيو. يعني داك البسكوي كيجي رقيق، يعني كيكونش غليظ بزاف. انا غادي نزيد نقرب لكم باش تشوفوه مزيان. وداك الكريمه كتجي في الوسط اللي معلكه وكريميه، وغادي تشكروني عليها الا جربتوها. انا متاكده انتم شوفوا لي التعليك وشوفوا لي داك البسكوي كيفاش كيجي كيحمق. وديروا داك الرشيشه ديال السكر كلاصي كيف ما درت انا، كتعطيه هكا واحد المنيضر. وها نتوما شوفوا لي التقرميشه، راه شوفوا واخا مقرمش ولكن داك البسكوي كيذوب في الفم، كيذوب كيجي فتي وهشيش، وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم كيجي مقرمش. كنتمنى البنات شهيوات واقتراحات اللي شاركت معكم هذا النهار يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تخليوا لي اللايك وتعليقكم زوينه بحالكم. شكرا لكم بزاف على المشاهده، وبطبيعه الحال الا كنتم مازال ما شاركتوا في القناه تشاركوا، فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم ديما جديد الفيديوهات اللي كنحط. خليت لكم لهنا وراحه البال، والسلام عليكم.